وكل فريق ممكن نشوف هدف كمان في اللقاء، هنشوف ونتابع. ممكن التعادل ولا ممكن استلام من انطلاقه الامام. مازن عادل، مازن عادل عدى على اليمين، تصل البحراوي، دفاع ترجع لفاركو، مرتها في الملعب ناحيه مازن عادل، بسنده موجوده خطيره سريعه، تصويبه حلوه أمية، استلام دوران من احمد ياسر ريان، جابوها لعيبي فوق راسيه في نص الملعب لفرحات، لمازن عادل، لمسه محمد عز على الشمال، عزم جومه، قراءة طليع حلوه مره ثانيه، مهاره انطلاقه الامام من مازن عادل، مازن عدى وفات مازن لحقورته، مازن عرضيه لبره، راسيه خطيره ولكن في احضان مازن عادل رقم 14، مازن عادل مهاره على الشمال حلوه، عاوز عدى محمد نديم ويمنع هجمه خطيره جدا للاسماعيلي، اول هجمه خطيره واول مهاره وتصويبه حلوه بقدم انور عبد السلام، ولكن يتالق الحارس محمد نديم ويمنع مشاهدينا هدف التقدم لصالح نادي الاسماعيلي في الدقيقه 19 من اللاعب معاذ احمد على الشمال، اروع واجمل في الجبهه اليسرى لمازن عادل، مازن اماميه لبداره، مازن عادل على طول، معاذ احمد، لمه حلوه من مازن عادل في نص مع دايره، لمسه على اليمين في نص الملعب، انطلاقه الامام، دفاع من رقم 14 مازن عادل. طوال تاريخه اعزائي المشاهدين بطولات وان عرض شرف، فيش كلام. حراوي راسيه من عبد الله حسن في نص الملعب، علامه ثانيه عبد الرحمن بطيخه، واي حزن موجود في جميع قطعوها جابوها لاعبي الاسماعيلي مره ثانيه، انور عبد السلام ترسل البحراوي على الارض السريع، الهجمه الانطلاق الامام لمازن عادل، مازن عادل عدى فد مازن على الشمال، علي بدر معنا محروس، سرعه الدايره، تصل ناحيه مازن عادل، علي بداره بلمسه حلوه لمحمد فخري والتصويب قبل نهايه الشوط الاول ب6 دقائق لكره مرت بمحاذاه القائم الايسر للحارس محمد سعيد شيكا. نتابع كره عند مازن عادل جوه خط التماس، لكن تعرض لدفع بذكاء، يحصل على خطأ بقرار من المساعد الاول سمير جمال من تدخل في الكره اللي فاتت عن طريق عمرو سعداوي. مره ثانيه وما زالت مستمره، دغموم في اليسار، دغموم لكن ممتاز مازن عادل، حط قدمه في توقيت مناسب. كره بتقرب من منطقه الجزاء، كره اتلعبت الى صلاح لكن خلاص انهى احمد خطاب. التبديلات كانت بمشاركه رامز مدحت، واللي كافأ احمد خطاب على الدفع به وسجل هدف. نادر هشام تعادل في 3 لقاءات امام الزمالك في الجوله الثانيه بدون اهداف، ثم تعادل في الجوله الثالثه مع حرس الحدود بنفس النتيجه، وقادم لاعب فريق المقاولون العرب ولاعب الظهير الايسر. كره تتلعب على حدود منطقه الجزاء، ياسين ومحاوله التصويب على مرمى محمود ابو السعود لكن وصلت اسماعيليه. كره مع فاركو، مازن عادل الى جانب تكون قاتله اكيد على ارضيه الملعب. ادي فخري اللي بين الكورته في الجانب الايمن تماما، هتكون فيها خطوره عن طريق مين؟ هنا محاوله لعرضيه في الجانب الايسر تماما، ولكن على طول اسلام المزين بلمسه من ياسين الملاح، هاتوا خط حلوه بينه وبين مازن عادل على الشمال، انطلاقه الامام للاقدام اسلام المزين، اماميه انطلاقه من مازن عادل على الشمال، محاوله مازن، عاوز يعدي مازن، عرضيه لبره ولكن بامتياز. 3 لقاءات في الدوري، لمسه ورا محمد حسين، ولكن في فاول موجود من نصيب اللاعب مازن عادل، فاول لفريق فاركو. نقلت مره ثانيه مازن عادل، بحراوي، ادي كوره مره ثانيه. شوفوا الكلام ده اللي انا شايفه قدامي دلوقتي ما كانش بيحصل في الشوط الاول. لعبت رميه التماس، تخبط وترجع تاني، دخل في قلب الملعب كده مازن عادل. كان الشوط الاول كان عامل جبهه يمين قويه جدا مع عبد الرحمن العشر.
تروح في اليمين لمحمد ايمن في الالتحامات. هو مثلا عايز له من نوعيه الماتشات دي اللي هي يعني ما فيش ضغوط كبيره كده، مثلا 10 ماتشات. وليد مصطفى، احمد عوض وفاركو، الاثنين في مجموعه الكبار. الاهلي مركز تاني دلوقتي بعد بيراميدز، وفاركو في المركز السابع. والمجموعه اللي تحت التسعه اللي تحت اللي بيلعب. ترجع تاني الفريق فاركو، حطها في الامام اللاعب وليد مصطفى، من ابرز اللعيبه في الملعب النهارده وليد مصطفى الباك الشمال في فريق فاركو. يبقى كده 3 تغييرات اللي نزلوا محمد رضا وادم المهدي او ادم. ترابط كده، لعيب حافظ لعيب ينقل له هجمه، يعني اللي هو سلسله الكوره كده. فرق القوه البدنيه بتفرق كتير قوي في المرحله دي. ادي كوره مره ثانيه في الامام تروح لمازن عادل. مازن ناحيه شمال ومعاه اللاعب معتز محمد. التسديده وحيده كانت من هشام مصطفى في خلال ال 30 دقيقه دول من النادي الاهلي، لكن شفنا اكتر من هجمه لفريق بتروجيت لفريق فاركو. ادي مره ثانيه من ناحيه اليمين مازن لعبد الرحمن العشري. عبد الرحمن حطت كوره على طول لمازن عادل. مازن لعيب صغير عنده 21 سنه، من اصغر اللعيبه اللي بيلعبوا النهارده. طلائع الجيش في المباراه اللي تقام في نفس هذا التوقيت. ادي الكوره اتلعبت في الامام، تطلع بره الملعب اوت. امبارح كان في ختام لمباريات مجموعتين، المجموعه الاولى والمجموعه الرابعه. المجموعه الاولى صعد منها بتروجيت ومودرن، ضمنوا الصعود. داونز في سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا، وفي احمد وحيد. هذه مصطفى مخلوف. والثانيه الكوره طبعا بينها وبين المرمى 4 ياردات فقط. هذه معتز مقطوعه الكوره ومخطوفه من مازن عادل. خدها مازن عادل ويلعبها على الارض عرضيه وجوه الجول. يا على حلاوه الجول ده، يا 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 على جمال الجول ده، مش ممكن. الجول الثاني عمرو ناصر ايه يا ادي تمشي الكره في نص الملعب وتروح عند محمد حمدي زكي. فاركو انطلاق عند جابر في الطرف الايمن ما بينه وما بين مازن عادل. جابر ومازن عاوز يعدي وعاوز يفوت، لكن يا ولد يا مازن يقطع الكره ويسلم عند عماد. يبدا عماد من تاني يلعب كورته عند مازن عادل في الطرف الايسر. ادي مازن عادل ما بينه وما بين جابر، عدى منه بشكل كويس، راح من تاني ما بين يسلم في نص الملعب عند جابر. يلعب جابر لكن ترتطم في مازن. اشرف يلعب على طول الكره العرضيه تشتت من جابر كامل، ترجع وتفوت عند مازن عادل. يبدا عند محمود. عماد يلعب لمازن في الطرف الايسر، يسلم تروح من جديد في نص الملعب. يستلم فوزي، تدخل امام القاضي، قال مفيش اي حاجه خالص. هو القاضي فعلا، هو القاضي في ارض الملعب كحكم للمباراه هشام القاضي. تمشي الكره عند مازن. الجانب الايمن من جديد تتجدد، ومازن اويلرز مونوروفيا ثم قدومه لفريق ترسانة. محاولة امامنا لصالح لاعب مازن عادل.